فكر الحلو بيا، فكر الحلو بيا، بعد يسأل عليا. فكر الحلو بيا، كان بيني وبينك يا جميل أيام وليالي، كان بيني وبينك يا جميل أيام وليالي، وعيونك كان فيها دليل على الحب الغالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. شايفين بقى الجمال اللي في الطبق ده؟ شايفين حبيبتي مكة اهي حاطه العجل الموتوسيكل بتاعها وبتقف عليه عاملاه سلم. اي حته عايزه تجيب منه اي حاجه تاخد السلم بتاعها اللي هو الموتوسيكل وتقف عليه اهو. شايفين؟ حبيبه قلبي. شفتوا بقى الصدر ده؟ الصدر دوت صدر فرخه والله العظيم 3 اقسم بالله ما كمل 100 جنيه. الصدر ده ب99 جنيه. عمل البدع، عمل البدع. لو عندك شلة ناس، لو عندك هيصة مش هتغلبي خالص. شوف انا بعمل ايه. مسكت الصدر طبعا نقعته في الخل والليمون والملح ودعكته كويس جدا ونضفته. وانا بعمل التتبيله بقى لا بصل بودر ولا توم بودر ولا الكلام ده خالص. انا بعمل التتبيله اللي انا بعملها في كل اكل وفي كل حاجتي اللي انا بحتاجه لحاجات مثلا معينه زي البانيه كده. هي دي التتبيله بتاعتي. عملت بصله حلوه كده وشويه خل وفلفل حامي وطماطميه كده وضربتهم في الخلاط. وهي دي التتبيله بتاعت صدر الفرخه. لان احنا هتشوفوا هنعمل ايه فيها ان شاء الله. انا بضربهم كده في الخلاط. طبعا انا زي ما قلت لكم كده ان انا نفسيتي ان انا بصراحه يعني انا عتبت عليكم الفيديو اللي فات لان انا شايفه ان انتوا برضو يعني مش مدين لحقي. فانا نفسيتي تعبانه مش مدين لحقي. وزي ما قلت لكم يعني انا الود بود اقول لكم انا مش هكمل. وفي ناس طبعا هتفرح بكده. في ناس كتيره قوي هتفرح ان انا اقعد وما اكملش. عارفاهم كويس. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ان شاء الله كلهم. تبلنا الخضار بتاعنا اهو. تبلنا الخضار يا حبيبتي. انت كويسه؟ انت جيتي دلوقتي؟ منوره. دول شويه خضار كده عاملاهم لمكه. جزر وكوسه. هي بتحبها قوي. ونعمل بقى معاكم ايه الشيش طاووق. ودوت بقى شويه رز كده بسمتي اهو. بنحب احنا الرز جنب الاكلات دي. وكده الكوسه والحاجات بتاعتنا استوت. وبنعمل شويه رز بسمتي كده لزوم الاكله. بنعمل بقى ايه تبلة الخضار برضو بتبله. بنحط لحمه وبنحط بصل وبنحط فلفل الوان زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. شفتوا؟ ايه رايك؟ فيا ريت كده يعني اللي هيحط ايده على اللايك مش هيخسر مش هيغرم حاجه يعني. حطوا ايدكم على اللايك واعملوا لايك واشتركوا. وهنا الجريل بتاعنا سخن نار. ونزلنا بالشيش طاووق عند الجريل كده مولع. ونقطتين زيت بس او نقطه كده عشان مش بنقلي بقى ولا بتاع. يعتبر احنا بنشوي الحاجه. خلاص اهو. بقلب انا طبعا كل شويه كده. بص اللون اختلف ازاي. احلى اكله في الدنيا. احلى اكله بصدر فرخه قسما بالله
لو قلت لكم عمل كمية قد ايه، ومكعبات الفراخ كبيرة وحلوة، مش مثلا رقيقة كده ولا حاجة، لا ده القطعة ما شاء الله، اللي ياخدها ياكلها ويشبع ويبقى حاجة حلوة يعني. اهو بصوا، اللهم بارك، اللهم بارك. كتير جدا جدا جدا. يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، لان انا شجعوني كويس. ايه رأيكم؟ لو شفتوا جمالها وطعمها، والله 3 ايام بناكل فيها، 3 ايام، ولا زفارة ولا اي، اخر يعني اخر جمال جمال جمال. طعم مش قادرة اقول لكم. صوص الباربيكيو بقى عليها يا جماله بالمايونيز. بصوا بقى، اطباق اطباق، ما بقتش عارفة اعمل ايه ولا ايه. المفروض انا كنت اشتغلت على طاستين على فكرة، من كتر ما انا يعني عملت كمية كبيرة، كان المفروض عملت على طاستين، على يعني جريلين كده ايه، اشتغلت عليهم. والرز البسمتي ملوش حل ملوش حل. هو الأكلة دي كلها متكاملة وغذاء والخضار وكل دوت، أكلة صحية 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 لواحدة زي حالاتي والحالاتكم والأطفال. يا جماله يا جماله. اعملي الأكلة دي لضيوفك، لعيالك، لعيلتك، وانتي مطمنة بتأكليهم حاجة حلوة ونظيفة، ولا نشتري أكل من بره، ولا نقعد ولا كلفتنا على فكرة، هي ما كلفتناش. اعملوا لايك واشتركوا في القناة. باي باي.